10 صور سيلفي أخذت مباشرة قبل الموت. جيني ريفيرا. تعتبر المغنية الشعبية المكسيكية جيني ريفيرا ظاهرة بجميع المقاييس، حيث أن عدد معجبيها في الفيسبوك بلغ 2,000,000، وعدد مشاهديها في اليوتيوب يعدون بالملايين. في يوم الأحد 9 ديسمبر 2012 ركبت طائرتها الخاصة للذهاب إلى المكسيك للمشاركة في برنامج تلفزيوني، وقبل انطلاق الطائرة أخذت صورة سيلفي هي والطاقم من أجل نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن جيني لم تصل أبدا إلى وجهتها، حيث تحطمت الطائرة شمال المكسيك، مما أدى إلى وفاة جميع ركاب الطائرة. محمد الشعار. محمد الشعار وأصدقاؤه كانوا يستمتعون بالجو الجميل في شوارع بيروت، كما أخذوا كذلك بعض الصور لهم. خلفهم توجد سيارة متوقفة، لم يشكوا للحظة بأن هذه السيارة سوف تقلب حياتهم رأسا على عقب. عند الساعة 9:40 انفجرت السيارة بعبوة ناسفة عند مرور موكب محمد شطح، مما أدى إلى مقتل هذا الوزير السابق وسائقه، بالإضافة إلى 5 آخرين كانوا متواجدين قرب الحادثة. ومن بين هؤلاء نجد محمد الشعار الذي ابتعد عن أصدقائه لأخذ آخر صورة سيلفي. كورتني آن سانفورد. من أجل سلامتك يجب أن تختار، إما أن تأخذ صورة أو تقوم بالقيادة، وليس الاثنان معا. وللأسف كورتني آن سانفورد من كاليفورنيا البالغة من العمر 32 سنة ليست هنا لكي تعارضنا. بتاريخ 26 من أبريل 2014 عندما كانت تقود سيارتها لم تتردد بأخذ صورة سيلفي مع ابتسامة عريضة ووضعها في صفحتها في الفيسبوك. وفي لحظة من عدم الانتباه صدمت كورتني آن سانفورد شاحنة، مما أدى إلى مقتلها على الفور. والمفارقة المحزنة والغريبة هي أنها كانت قد وضعت على الفيسبوك مباشرة قبل أن تموت عبارة: أغنية أنا سعيد تجعلني سعيدة. أوسكار أوتيرو أغيلار. سواء داخل سيارة فارهة أو خلال الحفلات، أوسكار أغيلار لم يكن يفوت الفرصة لأخذ الصور ونشرها على الفيسبوك. في يوم من الأيام قرر أوسكار التباهي أمام أصدقائه في الشبكة الاجتماعية، فقام أوسكار البالغ من العمر 21 سنة بوضع مسدس ناري في اتجاه رأسه من أجل أخذ صورة سيلفي، إلا أنه لم ينتبه إلى كون المسدس محشوا بالرصاص، وبدون قصد وضع يده على الزناد فخرجت الرصاصة مخترقة رأسه، فتوفي الشاب أثناء نقله بسيارة الإسعاف متأثرا بجروحه. غاريس لوك وبيترا لانغفيلد. غاريس لوك ووالدته بيترا لانغفيلد هما من جنسية هولندية، والتقطا هذا السيلفي بعد صعودهما على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والمتوجهة نحو ماليزيا. هذه الصورة التي وجدت في هاتف الأم تظهر مدى سعادتهما بالذهاب في عطلة. بعد انطلاق الطائرة ببضع ساعات تم إسقاطها بواسطة صاروخ أرض جو في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وتوفي جميع الركاب 283 بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 15 فردا. أنا أورسو. أنا أورسو كانت من رواد شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الفتاة الرومانية الأصل والتي تبلغ من العمر 18 سنة لم تكن تتردد في نشر صورها في تويتر، إنستغرام والفيسبوك من أجل أخذ آخر صورة سيلفي لها. قررت أنا أورسو الصعود على قاطرة متوقفة، لكن الفتاة الصغيرة لمست عن طريق الخطأ عند صعودها سلكا كهربائيا بقوة 27,000 فولت، مما أدى إلى إصابتها بحروق خطيرة في 50% من جسمها. رغم إسعافها على عجل مباشرة بعد الحادث، إلا أنها توفيت لحظات بعد دخولها المستشفى. جاديل. هذا الرجل الذي يلبس الخوذة يدعى جاديل، وهو مغني مشهور من بورتوريكو. بتاريخ مايو 2014 وأثناء قيامه برحلة إلى نيويورك خطرت بباله فكرة بدت له رائعة، وهي نشر صورة سيلفي على حسابه في الإنستغرام أثناء قيادته لدراجته، لكنه فقد السيطرة على الدراجة مما تسبب بحادث أودى بحياته على الفور. كوليت مورينو.
في هذه الصورة نجد كوليت مورينو وأشلي ثيوبالد البالغتان من العمر 26 سنة، والابتسامة مرسومة على وجهيهما، وهما ذاهبتان إلى حفلة مقامة على شرف كوليت مورينو بمناسبة اقتراب موعد زواجها قرب بحيرة أوزارك في ولاية ميسوري في الولايات المتحدة. مباشرة بعد أخذ الصورة حاولت السائقة أشلي ثيوبالد تجاوز شاحنة كانت أمامهما، لكنها اصطدمت بقوة بسيارة أخرى كانت في الاتجاه المعاكس. توفيت كوليت على الفور جراء الحادث، تاركة وراءها خطيبا محطما وطفلا يبلغ من العمر 5 سنوات. كزينيا إنياتيفا. كزينيا إنياتيفا هي فتاة روسية تبلغ من العمر 17 سنة، كان لديها شغف كبير للصور وخاصة صور السيلفي، فقد اعتادت على إنجاز هذه الصور على علو مرتفع من أجل نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي. لكن للأسف آخر صورة أرادت أخذها كللت بفشل ذريع، حيث صعدت فوق جسر للسكك الحديدية لأخذ الصورة، فجأة فقدت توازنها فسقطت ملتطمة بسلك كهربائي لتموت على الفور. الإيرانيتان. حسنا، هاتين الفتاتين لم تمتن، ولكن كان من الواجب إدراجهما في هذه اللائحة لدرجة غباء ما قامتا به. هذه القصة كان مسرحها إيران حين سمعت الفتاتين أغنيتهما المفضلة على موجات الراديو. قررتا أخذ فيديو سيلفي وهما تغنيان، وعلى ما يبدو فالسائقة باشرت بالرقص ونسيت أنها أمام مقود سيارة وليس أمام لجنة تحكيم برنامج للمواهب، إلى درجة أنها أغمضت عيناها لوهلة من الزمن. فجأة نسمع صوت اصطدام قوي مع انتفاخ الوسائد الهوائية للسيارة. بعد الحادث العنيف لم تتردد الفتاتان بنشر الفيديو مباشرة بعد تلقي الإسعافات الأولية، مرفقا بصورة لهما لكي تظهرا أنهما مصابتان ولكنهما على قيد الحياة. وهكذا تنتهي هذه الحلقة. إذا نالت إعجابكم فتفضلوا بالضغط على لايك، ولا تنسوا أن تنشروا الفيديو كي يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين، واشتركوا أيضا في القناة كي لا تفوتوا عليكم المواضيع القادمة. والآن أترككم مع 2 من الفيديوهات التي أتمنى أن تنال إعجابكم. إلى اللقاء.